مرحبا بمربي الطيور الأعزاء. هل لاحظت ظهور قشور بيضاء أو خشونة غير معتادة على أرجل طائرك؟ هذه الحالة تعرف بصدفية الأرجل، وغالبا ما تكون ناتجة عن طفيليات مجهرية أو نقص في الترطيب والتنظيف. إليكم خطة الإنقاذ في 4 خطوات بسيطة وآمنة. أولا، الترطيب السحري. استخدم زيت الزيتون أو الفازلين الطبي. ادهن أرجل الطائر بلطف مرة يومياً. الزيت لا يلين القشور فحسب، بل يعمل كعازل يخنق الطفيليات المسببة للمشكلة. ثانياً، حمام دافئ. ضع أرجل الطائر في ماء دافئ وليس ساخناً لمدة دقيقتين. هذا يساعد على تليين القشور الصلبة جداً ويجعلها قابلة للسقوط طبيعياً بعد بضعة أيام من الترطيب المستمر. ثالثاً، القاعدة الذهبية: لا للنزع القسري. إياك ونزع القشور الجافة بالقوة، فهذا قد يسبب نزيفاً وجروحاً مؤلمة. دعها تسقط وحدها بعد بضعة أيام من الترطيب المستمر. رابعاً، بيئة نظيفة. عقم القفص والمجاثم أي العيدان جيداً بماء ساخن ومطهر لضمان عدم عودة الإصابة مرة أخرى. نصيحة الخبراء: المجاثم الخشبية الطبيعية هي مبرد طبيعي لأرجل الطيور، تساعدها على تقشير الجلد الميت ذاتياً ومنع تراكم الكلس.